ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ ممكن احط ثانيه اسيستنت. فيديو النهارده هيبقى رد على كومنت شفته في كل حته بصراحه، يعني اتبعت لي على جروب الواتساب من خلال الادمنز، واتبعت لي كومنت على الفيديو. المهم ايه، شكرا يا الاء على الكومنت، وعلى فكره يعني شكر خاص لالاء لان هي من الناس اللي بتتابعني يعني، وبشوف كومنتاتها بقالي كتير قوي. فازيك يا الاء؟ عامله ايه؟ شكرا على الكومنت. المهم نرد بقى على السؤال لان هو مهم يعني قوي بالنسبه لها، لان انا بص انا يعني يا لا لما تشوف الفيديو قولي لي انت شفتيه عشان هكلمك دلوقتي دايركتلي. هو ايه ده؟ يعني هو السؤال ده هو يتفهم بطريقتين. طريقه يبقى اللي سأله واحد يعني مهيس وطريقه تانية ماشي او بيفكر شويه. المهم ايه، يعني نقرا السؤال ونتكلم فيه براحتنا. عبد الرحمن، في موضوع فيديو لازما ولا بد انك تعمله لانه بجد دماغي هتنفجر من التفكير. هل نراجع مع نفسنا بجانب مراجعة المدرسين، ولا مراجعة المدرسين كفاية؟ هعيد السؤال ده تاني لان هو يتفهم بكذا طريقة. هل نراجع مع نفسنا بجانب مراجعة المدرسين، ولا نراجع مع المدرسين بس وده كفاية؟ ما هو الفكرة هي بقى بتقول ايه. ما هو الفكرة انا بفكر مثلا ان في عدد مثلا 100 طالب بياخدوا مع المدرس الفلاني، والمية دول بيذاكروا كويس ويحلوا وراه، يبقى كده المية هيجيبوا نفس الدرجة او درجات متقاربة. بس اكيد درجات عالية يعني، درجات عالية يعني لانهم تعبوا. طبعا انا عايز اتفوق عليهم كلهم. بين قوسين، اي حد في ثانوية عامة لازم يفكر بالاسلوب ده عشان يعني مجموع. هي حاجة ملهاش علاقة بالفيديو، بس هو مش لازم كل الناس تفكر كده، تمام؟ طريقة التفكير بتاعتك دي كويسة وحلوة على فكرة. بس المشكله انا بقى بخاطب ناس تانية بقى، الناس اللي بتاخد الموضوع يعني للنكست ليفل قوي. يعني ليه بقى؟ لان انا بسمع ناس كده، اسف يعني، عيال عبيطه. طب تقول لك ايه يا اسطى؟ واضح ان دفعه 2024 دي عيال جامده وشكلي مش هسلك معاهم. ايه يا اسطى العبط ده؟ لو حد مش فاهمني، يعني مثلا التنسيق بيبقى عباره عن ايه؟ لو الناس كلها جايبه مجموعه عاليه، فجاه كده ممكن تلاقي هندسه من 92 وفجاه تلاقيها من 86. فاهمني؟ فالناس بقى تقعد تقول لك يا لهوي، لا انا شكلي مش هسلك مع الدفعه دي. ويقعد يشغل باله بالتنسيق قوي. يعني في بقى كل واحد وعقليته بقى، يعني مثلا العقليه دي كويسه تحترم، يعني ان هو واحد دلوقتي ايه، عايز يتفوق على الناس كلها بحيث ان هو يبقى المجموع بتاعه عالي، بحيث ان هو برضه يرانك في التنسيق. ماشي يا عم، انا مثلا كانت عقليتي، انا داخل الامتحان اقفله بره عني بقى تنسيق، فانا داخل اجيب 100%، فالتنسيق بقى يطلع ينزل، ما انا كده كده جاي في 100%. فاهمني؟ ده كان عقليتي يعني. المهم ايه، بالتالي انا لازم اعمل حاجه زياده عنهم كلهم. بالتالي لازم اراجع مع نفسي زياده عن مراجعه المدرس، ولا ايه؟ المعضله في الوقت، بس الوقت يا دوبك اخلص تاسكات اليوم، واحيانا بين قوسين او غالبا ما بقدرش اخلصها. طب المفروض نتصرف ازاي بقى؟ عشان هشد في شعري لو شفت الكومنت وعملت فيديو عن الموضوع ده. هدعي لك واخلي الحاجه تدعي لك، ماليش دعوه، هو الفيديو اهو. طيب انا قلت في الاول ان الفيديو ده، ان السؤال ده ممكن يتفهم بطريقتين. الطريقة الغبية، تمام، والطريقة ال اسمها ايه دي، اللي هي العادية، ماشي تحترم يعني. المهم ايه، انا بس معلش كده هرغي معاكم دقيقة، بس دقيقة في حاجة فلسفية شوية. السؤال ده يا اسطى، بعيدا بقى عن قلاق بقى، اتكلم بقى راحتي بقى شوية، غبي قوي. ولكن انا ما اقدرش الوم اي حد يسأله. ليه؟ لان انت يا اسطى يعني محطوط في صندوق قد كده اسمه ثانوية عامة، انت مش عايش في الحياة. فاهمني؟ انت لما تخلص ثانوية عامة فجأة تحس كده ان انت ايه ده، خشب، حيطان. فالمهم ان انت معزول في حاجه، فمن كتر ما انت معزول ومن كتر ما انت مضغوط خلاص ما بقتش قادر تفكر عادي. هو الاجابه بتاعت السؤال بديهيه قوي كده يا عبد الرحمن؟ اه بديهيه، بس اتقل عليا. نفس الحاجه بقى يا جماعه، والله بجد لما تخلصوا وتخش في الحياه، اوعى يا اسطى تحصر نفسك في مربع. لان انت لما تطلع في الحياه، والله الموضوع ده جد، لما تطلع في الحياه هتكتشف انت قد ايه كنت مزنوق. انت بقى هتحس ان انت خرجت بره الزنقه، لا انت دخلت في زنقه تانية، نوعها مختلف بقى. فاهم؟ الزنقه اللي اغلب البشر اللي عايشين فيها. المهم سيبك بقى من الفلسفه دي وكل الرغي رغي ده، ونرد على السؤال بتاعنا. معلش انا اسف يا الاء، بس يعني معلش بقى. المهم ايه، كلمتين طلعوا مني يا عم. اسمع، هو الهدف ايه؟ مش الهدف ان انا اراجع، هي المراجعه دي هدفها ايه؟ يعني لو انت مثلا تقصدي الحل ماشي، ما هو ده الجانب التاني اللي يعقل، لكن نتكلم في كلمه مراجعه. انا دلوقتي براجع مع مدرس، هدفها ايه؟ ان انا افتكر المنهج واكون فاهم المنهج كله. طب ايه بقى لازم، يعني ايه لازمتها اراجع مع المدرس وبعد كده اراجع مع نفسي تاني؟ اقصد ايه؟ يعني مثلا واحد اتفرج على المدرس،
فاهم كل حاجه وافتكر كل حاجه وخلاص جاهز يحل، يقول لك لا لازم اعلي على الناس التانية، يقوم بقى رايح ماسك الملزمه يقعد يلخصها. ايه يا عم انت بتراجع تاني؟ طب ليه ما انت راجعت اولاني؟ فاللي هو الموضوع بديهيات. انت بتراجع ليه؟ عشان افتكر المنهج كله واعرف احل. بس هتراجع تاني ليه؟ ممكن بقى الجزء التاني اللي هو يحترم، يقصد هل اراجع مع المدرس ده وبعد كده يعني اللي هو احل ملازمه واحل من ملازم ناس تانية. اعمل كده يعني، ما دي بديهيات برضه يعني. عشان كده السؤال انا عمال اخده يمين شمال. فالمهم بدردش مع حد بخصوص الفيديو دوت، فبيقول لي لا، هو يقصد ان هو يراجع مع المدرس وبعد كده يخش يراجع هو مع نفسه الحاجات اللي هو ضعيف فيها. ايه ده؟ ما هو ده برضه، ما هي دي اصلا عمليه مراجعه المدرس. انت دلوقتي بتخش تتفرج على المراجعه، فهمتها تمام، قعدت تحل شويه بتاع، المهم ايه، في حته مش عاجباك روح ذاكرها، او يعني مش حاسس ان هي متركبه في دماغك كويس، ما هو ده اسمه مراجعه. هو انت فاكر ان انت هتطلع من الفيديو خلاص كده انت زي الفل؟ لا، ما انت بتتفرج على المراجعه وبعد كده بتيجي مذاكرتك اللي هي مش مراجعه كامله تاني، لا هي بس بتذاكر يعني، فاهم؟ بتذاكر المراجعه، انت بتاخد حصه بتذاكرها، بتاخد مراجعه بتذاكرها. فاهمني؟ حاسس ان انا رغيت كتير قوي على الفاضي في السؤال ده. المهم بس حد عايز حاجه؟ مش عارف يا اسطى يعني انا بجد عمال احاول افكر في هي الاء كانت ممكن تكون تقصد ايه، مش لاقي. يعني انا راجع مع نفسي وراجع مع المدرسين، هو ايه الهدف؟ ايه ان انا راجع؟ خلاص عايز تراجع مع نفسك راجع مع نفسك، عايز تراجع مع المدرسين راجع مع نفسك، عايز تراجع مع المدرسين راجع مع المدرسين. طب لا بس انا في حاجات عايز اراجع عليها يا ابني، ما هو دي المراجعه، ما انت بتخش على المدرس تراجع، فاهم؟ بعد كده تخش تذاكرها تذاكر المراجعه، فاهمني؟ لكن مش بتراجع تاني، ما اسمهاش براجع تاني، اسمها بذاكر المراجعه عادي. والحل بقى لا عيش بقى، انت لو لقيت ورقه في الشارع فيها سؤال حله، فاهمني؟ بس يلا حد عايز حاجه؟ سلام.